عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في الله. النهاردة بقى يا حبايب قلبي الغدا بتاعنا عبارة عن صينية بطاطس. ماشي يا حبايب قلبي، وادي الفراخ بتاعتنا بعد ما غسلتها ونقعتها اهي يا حبايب قلبي، وشلت منها الجلد خالص عشان ايه ما يبقاش فيها اي زفارة. غسلتها حلو جدا، وبعد كده حطيت عليها ملح ودقيق وسبتهم شويه تنزل الدم بتاعها وتنزل كل الزفاره بتاعتها. وبعد كده رحت جايه بقى ايه مصفياها وحطاها هنا. وادي البطاطس بتاعتنا يا حبايب قلبي. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه عملتها خالص ان انا جبت بصلتين اهي وطماطمايه ورحت بشراهم في الكبه بتاعتنا. يلا نحدقها بقى كده ونشوف معانا هنعمل ايه يا حبايب قلبي قبل ما نشوح الفراخ اهي. اول حاجه واحده مرقه دجاج ماشي اهي يا حبايبي، ادي اهي مرقه الدجاج الفوريه ماشي. وهنحط معاها ملح وفلفل وكمون وبهارات الفراخ. ادي الكمون وادي الفلفل ماشي يا حبايب قلبي. وادي الملح بتاعنا مش كتير طبعا عشان احنا حاطين مرقه، هي اكيد بيبقى فيها ملح ماشي. وهنحط بهارات الفراخ اهي بس كده، مش هنعمل حاجه تاني. وهنقلب كل ده مع بعضه اهو، هنقلب كل ده مع بعضه اهي ماشي يا حبايب قلبي اهو اهي بس كده اهو بس اهو. هنشوف بقى هنعمل ايه تاني وخليكم معايا يا حبايبي. انا بس وريت لكم اهوت، مش هنعمل حاجه تاني. هنروح بقى على الايه على البوتاجاز. يلا خليكم معايا. وبكده جبنا الصينيه بتاعتنا ان هنعمل فيها البطاطس يا حبايب قلبي، وحطيناها على نار هاديه. وهنجيب معلقه سمنه اهي وهنعملها كده في الصينيه خالص، تنزل كده اهي ماشي يا حبايبي. هننزل دي طرف معلقه كده اهي بس اهي معلقه فاضيه اهي. بعدين هنجيب الفراخ بتاعتنا طبعا انتوا شفتوني انا مسكت البطاطس قشرتها وقطعتها ونقعها في ميه وشعرة ملح صغيرين ماشي كده. السمنه بتاعتنا هي اتقدحت اهي ماشي. هنجيب بقى بسم الله الرحمن الرحيم، اهم حاجه الصدمه دي نحطها كده ماشي. دي تشويحه بسيطه كده خفيفه قوي اهي. بصوا مش لازقه اهي اهو. نقلبها بقى الناحيه التانيه كده اهي يا حبايبي. ماشي اهو شايفين كده بقى يا حبايب قلبي. هننزل بالبصله اللي احنا عاملينها والطماطمايه اهي تاخد برضو من التشويحه ثواني. وبعد كده هننزل بالبطاطس بتاعتنا اهي يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا صفيت البطاطس خالص اهي، هنديها تشويحه بسيطه خالص كله كده مع بعضه اهي كده يا حبايبي ماشي.
في ثواني. وهنزل بالصلصه بتاعتنا اعمليها بنفس الطريقه دي هتعجبكم، وهتلاقوا احلى واجمل صينيه بطاطس. والله جربوها. شوحوا الفراخ الاول وبعد كده حطوا البصله تشرب كده من التتبيله اهي. البطاطس كله ايه مع بعضه كده ماشي كده بقى يا حبايب قلبي. هنزل بالصلصه بتاعتنا بس كده، وهنديها تقليبه صغيره وهنسيبها بقى ايه على النار ماشي يا حبايب قلبي اهي. وهنعمل بقى مع بعض الرز ماشي اهو. اي بقى غطا عندك حله او اي صينيه غطي بيها ووطي عليها خالص، تطلع بعد ما تغلي غلوه توطي عليها، مش توطي دلوقتي، لا سيبها تغلي غلوه او غلوتين وبعد كده توطي عليها. اوعي توطي عليها دلوقتي ماشي. يلا بقى نروح نعمل الايه الرز مع بعض يا حبايبي. انا هو جبت حله وحطيت فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت. بعد ما غسلت الرز بتاعنا اهو هنزل بقى بالرز بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا حبايب قلبي اهو. قلبيه كده شويه وانزلي بالملح، الملح بتاعنا حسب الرغبه ماشي. وهنفضل بقى نقلب في الرز كده اهو، خليه كله يشرب من السمنه كده بقى يا حبايب قلبي. هنزل بالميه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم ماشي. هنسيبه بقى لغايه لما يتشرب وهننقله على عين صغيره. وانا حطيت البطاطس في الفرن، معلش انا ما جبتها لكمش وانا بحطها في الفرن، حقكم عليا. انا اديت لها بس ايه لحظه كده 5 دقايق على العين، كانت العين عاليه شويه، وبعد كده رحت موطيه عليها بتاع 10 دقايق وبعد كده رحت مدخلاها في الفرن ماشي يا حبايب قلبي. لما تطلع بقى هوريها لكم. وكده الرز بتاعنا خلص، ولما هيتشرب هنقله على عين صغيره وكده ايه يبقى خلصنا الحاجه بتاعتنا يا حبايب. نخلص هوريهم لكم كلهم، خليكم معايا يا حبايب قلبي. الاكل بتاعنا الجميل خلص. ادي صينيه البطاطس بالفراخ الجميله، شايفين تفتح النفس ازاي وشكلها بصوا عامل ازاي تحفه. والله ما قادره اقول لكم على جمالها وعلى حلاوتها وعلى ريحتها. وادي السلطه بتاعتنا الجميله اللي لازم جنب كل اكله عشان جسمنا محتاج للسلطه ديت احلى من اي مخللات. وادي الرز بتاعنا يا حبايب قلبي. ويا رب تكون الطريقه عجبتكم وتكون بسيطه وسهله. وبالله عليكم ما تنسوا تدعموني وما تنسوا تدعولي، واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.